السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهاردة دواء بشري للفراخ البيضة التسمين. اي حد عنده مشاكل تنفسية عند الفراخ البيضة، عطس، كحة، اي حاجة، اقوى علاج لها الدواء البشري اللي هو اوليفنت. اسمه اوليفنت، صورته اهي، اوليفنت اهو. مش غالي، حوالي من 37 جنيه. مش غالي وقوي وحلو قوي للفراخ البيضاء اللي عندها المشاكل التنفسيه. بحط لهم غطا برضك على لتر ميه، وبتلاقي الدنيا تمام معاكي 3 ايام ورا بعض وتلاقي الدنيا تمام. بيشتغل على الجهاز التنفسي، شيء اي بلغم، بيشيل اي بلغم او اي حاجه بقى. بتيجي مثلا الفراخ بس ساعات بتفتح بقها كده، ما بتبقاش قادره تاخد نفسها حتى لو انت مهويه. ما بتقدرش تاكل، بتيجي تبصي مثلا بعد ما تشرب ميه تلاقي الميه بتنزل تاني من بقها. ده بيبقى بلغم على في بق الفرخه، ما بتعرفش تاكل ولا بتعرف تشرب. وده بيأثر على التحويل بتاع الفراخ، وبيأثر على اكلهم، فبتبقى مش قادره تاكل، فبتضطر ان هي بتقعد يعني وما تاكلش وما يحصلش تحويل. فانت كده بتصبحي ان انت يعني ايه، بتخسري وزن الفراخ. فمشاكل التنفسية عند الفراخ بالذات البيضة بتخسر. فاول ما تحس ان في عطسة بسيطة ما تسيبهمش لما يعطسوا وتشبع عطسان، تروحي الصيدلية البشرية تقول له هات لي ايه، اوليفنت شراب. هيديهولك، تقوم حاطه لهم غطا على لتر الميه، هتلاقي المشاكل اللي معاكي ارتاحت شويه. يعني تحط لهم مثلا 3 ايام في الميه، وتقوموا جايه مديالهم، هيبقوا حلوين، وهتلاقي في سحب في العلف، وهتلاقي ما عادش في عطسه ولا في كحه ولا اي حاجه. بس اهم حاجه واهم حاجه المشكله بتاعه العطس وبتاعه البلغم عند الفراخ دي لازم تلحقيها في الاول، ما تسيبهمش لما يبقى في بقى اول ما تخشي كده يبقى في عطسه. كل ما يخشي تسمعي صوت العطسه، لان انت لما تسمعيها حاجه خفيفه تقومي جايه رايحه جايبه لهم الدواء ده ان شاء الله. ربنا يبارك، الدنيا هتبقى تمام. اعملوا لي اشتراك في القناه لو استفدتوا مني، عشان انزل لكم فيديوهات تانية.